السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ واخيرا لاول مره هعمل لكم لوك هبين فيه وشي. تعالوا كده. هو اللوك عباره عن جهزي معايا، هو كان توتوريال. بس انا يعني كان فيديو تعليمي، بس انا خليته جهزي معايا عشان معظم التصوير ما كانش واضح قوي. فانا بحب لما يكون في توتوريال او تعليم يكون الفيديو اوضح من كده. يلا بينا نبدأ. اول حاجة عملت الحواجب بتاعتي باللوك ايفر الجل ايلاينر، اللي هو الجل بتاع الاي برو بتاع الحواجب. وبعدين استخدمت اي شادو، مليت بيه الفراغات في اخر حاجبي. وبعدين اخدت مسكارة ايسنس بتاعة الحواجب. المسكرة لسه رأيي فيها هتكلم عنه في فيديو تاني. اخدت كاموفلاج وصلحت الخطوات بتاعة الحاجب. الحاجب مركزتش عليه قوي في الفيديو ده، لان كل التركيز في ميك اب اللي انا عاملاه النهارده هيكون جامد قوي قوي في العيون. اخدت البرايمر دوت من ايربن ديكاي، وده الشفاف مش التاني اللي انا بستخدمه اللي بيكون ليه تغطية. اللي هو الشفاف دوت يعني لما بكون مش عايزه اعمل تغطيه جامده للجفن، بما اني احط كونسيلر كتير على الجفن، فمش عايزه كمان احط برايمر ليه تغطيه فتتحول لطبقات معايا. لا، ده خفيف وهيظبط معايا الاي شادو كويس. كمان مش بيكون بيعلق الاي شادو قوي، لا كويس الى حد ما. اخدت لون انتقالي شويه على بصلي كده او على اورنج زي ما تحبوا خالص. طبعا ما تتأيديش لا بالالوان ولا بالماركات اللي انا بستخدمها، استخدمي اي حاجه. واخدت لون تاني غامق كده حطيته برضو على الخط. هو اللوك هيكون فيه كات كريز زي ما انتوا شفتوا في صورة الفيديو. واهم حاجة قعدت ادمج الخط ده كويس جدا اللي فوق. وبعد ما خلصت خلاص دمجت الخط اللي فوق، هاخد كونسيلر لونه ابيض فاتح من الباليت ديت بتاعة الكوستال سنت، اسمها كام كود تقريبا. اهو الكونسيلر اللي انا قلت لكم هحطه على اول الجفن. الكونسيلر ابيض قوي، ويا دوب خدت بالفرشه وحددت او عملت الرسمه اللي انا عايزاها بالكونسيلر. وبعدين ثبت الكونسيلر دوت باي شادو لونه ابيض من اماندا، وفيه شimmer. هو الاي شادو بيلمع، بس مش عارفه ليه طالع في الصوره كانه مات، بس هو الاي شادو فيه لمعه يعني. برضو كنت بجربه عشان اقدر اكلمكم عن رأيي فيه. الخطوة اللي بعد كده اني هنضف بالوايبس كل اللي نزل على عينيا. وهبتدي ارسم الايلاينر واحط الرموش. الايلاينر زي ما انتم شايفين انا ما مسحت بالوايبس، نضفت الكونسيلر لتحت. وهبتدي ارسم بالايلاينر على نفس الخط ده. الايلاينر اللي انا استخدمته دوت من ايسنس، الايلاينر اللي هو الووتر بروف. طبعا ما انصحش حد باستخدامه نهائي، هو وحش جدا، ملوش اي علاقة بالووتر بروف. فانا هستخدمه في التوتوريال عشان اخلصه. لكن ما اظنش انه هيثبت معاكي اصلا حتى طول اليوم، ولا هيثبت معاكي حتى 3 ساعات. اخدت يعني القلم دوت من اماندا علشان سنه رفيع، وابتديت اعلم الخط بتاع الكات كريز اكتر عشان يكون شكله قوي، او يكون باين قوي. بعد كده خدت فرشة صغيرة وحاولت ادمج الايلاينر، ما اندمجش. فهاخد اي شادو اسود واحطه عليه وابتدي ادمجه لفوق عشان يبان ان في اومبري في اللون في الكات كريز، او تدريجة لون في الخط اللي انا حطاه فوق عيني. اخدت المسكرة ديت من اسنس طبعا المسكرة ديت اللي هي البيج لاش دي، مش عارفة اسمها ايه، اللي عليها هارت كده. وزي ما انتم شايفين فرشتها كبيرة جدا ولخبطت الدنيا، ما علينا صلحت الموضوع. وهحط نوعين الرموش دول، هحط الناتشرال والجلامور من اردل، وهحط لكم الدرجات في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. وزي ما قلت لكم حطيت اول رمش واستنيت لما ينشف، وعلشان مش عايزه الرمشين يلزقوا في بعض، فحطيت الاي شادو الاسود وابتديت ادمجه لفوق زي ما قلت لكم.
علشان خط الايلاينر ما يكونش خط واضح كده مرسوم بالقلم، وهيعمل التدريجة اللي انا قلت لكم عليها فوق في عيني. ده شكل الرمشين لما اتحطوا على بعض ادتني الرموش الكثيفة. وطبعا اللي مش حابة ده ما تعملوش، بس ده يعتبر يعني ميك اب عروسة او ميك اب سهرة للبنات اللي بتحب المكياج او بتحب تقعد بميك اب حلو حتى لو في البيت، مفيش مشكلة معايا. انا اصلا بقعد لو عملت الميك اب ده بيكون في البيت فقط، بس او بعمله لزبايني. بعد كده الخطوة اللي انا هعملها اني هاخد لون غامق قوي من باليت بتاعة ايربن ديكاي سموكي، وهحطها في الرمش اللي تحت. انا اخدت بس اللون ده عشان ما كنتش لاقيه بني غامق قوي كده، ده لونه بني غامق، وحطيته في خط الرموش من تحت. ودمجت اللون كويس، وبعد كده هبتدي احط رموش سفلية. طبعا لمجرد اني اكثف قوي تحت عينيا او ابين ان في رموش كثيفة تحت عينيا، اخدت الرموش السفلية ديت، حطيت لون ابيض من القلم بتاع NYX جوه عينيا. والرموش السفلية دي على فكرة هي رموش عادية من اللي بتتحط فوق، وانا خدتها قصتها لحد ما قصرتها خالص وحطيتها تحت، عشان بس لو حد سألني انا جبتها منين او كده هبقى اوريكم انا عملتها ازاي وبقصها ازاي بالطريقة اللي تخليها شكلها كده. اخدت رموش حطيتها تحت، وهبتدي املى الفراغات بقى اللي تحت دي بالايلاينر واحط ماسكارا. واخدت جلو من بتاع الجليتر وحطيته بس في مدمع العين، المدمع العين من تحت حطيت جليتر. هو اللوك كله حسيت ان الاي شادو ما بيلمعش وما فيش فيه حاجه فيها لمعه، وهو لو ميك اب سواريه او ميك اب عروسه زي ما انا بقول لكم هيكون لازم احط تاتشايه كده فيها زي جليتر او حاجه مبهجه يعني شويه للعين، لان العين كلها بقى لونها ابيض في اسود يعني. بعدين حطيت من اول عينيا كده خط ايلاينر عشان ادي سحبة للعين من ورا ومن قدام تكون توسع العين. وبس كده اديني خلصت. وبرضو دلوقتي ميعاد الفاونديشن. الفيديو لو ملخبط شوية يا بنات عشان انا اول مرة اصور اللوك كامل، محدش يبص خالص على التطبيق بتاع الفاونديشن، بس دي كانت اول مرة وزي ما بقول لكم كانت تجربة، وان شاء الله لو عجبتكم الفيديوهات الجاية هتبقى احسن بكتير. طريقتي في وضع الفاونديشن اني باخد اللون الفاتح او اللون الملائم للون بشرتي وبحطه يعني تحت في خدي وعلى المنطقة بتاعة الإضاءة اللي تحت العين أو أعلى الخد التشيك بونز، وبحطها فوق الحاجب. وباخد لون غامق من الفاونديشن، غامق أغمق من درجتي مثلا ب3-4 درجات، مش غامق كونتور يعني، وبحطه على منطقة الخد. الطريقة دي بتخلي دايما البلاشر لونه ثابت، وكمان لون المكان اللي فيه البلاشر دايما متغير. فانا بحب الطريقه دي احسن من الكونتور بكتير. الكونتور عموما انا لحد النهارده ما زلت بستخدم الباودر لسه كريمي يعني خلاص انا ما بقيتش اشتغل بيه خالص تقريبا دلوقتي. ولو حابين برضو اعلمكم بالكريمي مفيش اي مشكله، بس هو خلاص اصلا ما بقاش موضه. ده وشي اللي مش محطوط فيه الفاونديشن، وده اليمه اللي خلاص اتعمل لها تغطيه بالفاونديشن. بعد كده اخدت الفاونديشن دوت رقم 1 من اماندا النود لوك اللي هو طالع جديد، وحبيت اعمل بيه هايلايت تحت عينيا او استخدمه بدل الكونسيلر. وما انصحش حد بالموضوع ده قوي، هو انا او تحت عينيا كان جاف، فالفاونديشن ده اصلا مناسب للبشره الدهنيه قوي، فجفف لي تحت عيني اكتر. فلو حد تحت منطقة عينه جاف بلاش يحط الفاونديشن ده، حتى اخد معايا وقت في الدمج، وهو اصلا صعب في الدمج الفاونديشن دوت. وبعد كده هاخد احط
زي ما انتم شايفين علق شوية تحت عيني، فعشان كده استخدمت الماك استوديو فيكس بتاع استوديو عشان احطها تحت العين، لانها شوية طرية، بحس ملمسها خفيف وطري ما بتعلقش على القشور، فاعذروني اللي ما عندهاش الماك ما تستخدمهاش. انا دايما ما بحبش احط لكم حاجات غالية والله. وبعدين اخدت اللونين دول من ال NYX باليت، اللون الاصفر على اللون اللي جنبه العادي الروز، وحطيته تحت عينيا، وثبت باقي البشرة بالباودر اللي هي المات بتاعت ايسنس. واخدت افتح لون في الكونتور، هو ممكن يستخدم كبرونزاج، ممكن يستخدم كبرونزر او تستخدميه ككونتور، بس افتح لون. لو انتي بيضة بتاخدي افتح لون، لو انتي غامقة بتاخدي اغمق لون، او اللي انتي بتحبيه عادي. هو عشان احسن ما يلطش معاكي وما تعرفي تدمجيه بسهولة، تاخدي افتح لون الاول بتبدأي بيه، ولو حبيتي تغمقي بتروحي على تدرجات اللون التانية. فانا دايما بنصح بالباليت بتاعت الكونتور الباودر يكون فيها اكتر من لون للكونتور. اخدت فرشة مشطوفة كده شوية، والفرشة دي اصلا يعني انا بحبها جدا في في اللي هو الكونتور بتاع الانف الباودر، وحتى لو استخدمتيها في الكريمي بتبقى كويسة جدا، دي من BH. وبعدين اخدت الفرشة الكبيرة وابتديت ادمجه. هو جاي على اورنج شوية في الفيديو من الاضاءة، لكن هو لونه لا بني، عشان كده انا قلت لكم ممكن تستخدموه كبرونزاج. فاخدت بقى بلاش شويه كده يكون على اورنج عشان يدي بهجه شويه للوش، لان الكونسيلر والفاونديشن كانوا مصفرين شويه، فحبيت ان يكون في بهجه في الوش شويه. وهو لو ميك اب عموما سهره او عروسه لازم احط بهجه كده في الوش. اخدت البلاشر دوت من سيتي كولر، وبعدين هاخد الماريلو لومينايزر اللي هي الإضاءة من ذا بالم، وهحط منها خفيف جدا على كسرة على العظمة بتاعة الخد وعلى الأنف. بسيط جدا، باخد منها انا ما بحبش استخدم الفرشه دي نهائي، يعني بحب اخد بصوابعي واحط، بحس ان البرودكت مطيرتش منه كتير، لاني بحس بالفرشه دي بيدي منظر اللوك بيكون رقيق شويه. فبس عشان ما اصدمكوش لاني بحب الاضاءه قوي، حاولت في اول فيديو ليا يعني ما كترش في الاضاءه، لكن حتى اللي بيشوف زبايني او شغلي دايما بكتر الاضاءه جامد. اخدت الروج دوت، والروج دوت على فكره من كيس بيوتي، ممتاز جودته عاليه جدا، احسن من ارواش كتير ماركه انا جربتها، ثابت ما بيتحركش ال 24 ساعه. واخدت اللون اللي هو بني، هو نود على روز شويه، مش عارفه نود على روز شويه. وحبيت انه هيكون هادي مع اللوك، وشويه هيمشي مع البلاشر وهيكون شكله رايق. طبعا اللوك ده مبدئيا بس، والفيديوهات الجايه هتكون احسن ان شاء الله. ده اللوك بتاع العين لما خلصت عينيا العينتيا التنتنتين، هما 2. وبس كده يا بنات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو حبيتوني اعمل توتوريالز تاني بنص وشي كده زي ما انا كنت طالعه، اوكي مفيش اي مشكله، وان شاء الله الفيديوهات تعجبكم واقدر اوصل لكم المعلومات بطريقه احسن في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش يا بنات تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.